اوعدكم بعد الفيديو دوت تاكلوا احلى ستريبس فراخ. الطريقه دي مضمونه جدا، ما تغيروهاش، ولادكم كمان هيحبوها قوي. هكتب لكم كل المقادير والمكونات تحت الفيديو. انا هستخدم قطعه كامله من صدور الفراخ، هقسمها كده لنصين، وكل قطعه اشيل اي زيادات منها، وبعد كده اقسمها لنصين قد بعض عشان القطعه تكون سميكه. ارجع بعد كده اقطعها بالطول بنفس الطريقه ديت. ممكن تغسلوها بالطريقه اللي تريحكم، بس انا هحطها نص ساعه في المحلول الملحي. بالنسبه للخليط السائل، الحليب والزبادي، مجموعه بسيطه من البهارات، هقلبهم كده مع بعض، اخد 3/4 الكميه واشيل الربع. بعد كده هضيف معلقه صغيره من الفانيليا، ما تقلقوش طعمها مش هيبان. هضيف كمان معلقه كبيره من الخل، واخر حاجه بضايه واحده بس. اقلب بقى كويس قوي لحد ما الخليط السائل يتقلب مع بعضه كويس جدا. اصفي الفراخ من المحلول الملحي، احطها في الخليط السائل واقلبها كويس قوي، وبعد كده اغطي الطبق واشيلها في التلاجة ساعتين او 3 ساعات. بالنسبه بقى للكفر الخارجي او الخليط الخارجي، الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر وباقي كميه البهارات اللي احنا شلناها على جنب. اقلب كويس قوي، وكده الخليط دوت خلاص بقى جاهز. بعد كده اخد الفراخ من الخليط السائل، احطها في الدقيق مرتين و3 مرات وانفضها علشان تديني الشكل او التأثير دوت. اقليها في زيت غزير يكون درجة الحرارة متوسطة علشان تستوي معايا من جوه. اول ما تحسوا ان هي قرمشت من بره، هتشيلوها على طول على شبكة علشان تفضل مقرمشة. نصفي الزيت من اي شوائب عشان الكمية التانية، ونجيب طبق التقديم نوزع فيه الخس، حلقات من البصل والسماق، ونقدمها مع البطاطس والصوصات. وبألف هنا وشفا، وباي باي.